بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، أرحب بعنايتكم في رحاب هذه الحلقة، وهي رقم 54 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. اليوم سنخصص هذه الحلقة حديثا وتتبعا قدر المستطاع لسيرة العلامة الفقيه المجدد الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه، والذي انتقل يوم الاثنين الماضي. مشاهدينا الكرام، فقد نقلت وسائل الإعلام العالمية إلى الأمة الإسلامية النعي الكبير عن وفاة المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما. وكما ورد في الأخبار، كان الراحل من أبرز علماء الشريعة في العالم الإسلامي، وهو عالم لم يكن عالما مصريا كما نعته وسائل الإعلام العالمية، بل كان عالما إسلاميا تخطى حدود بلاده مصر العربية، ولم يحمل تلك الجنسية القطرية إلا لضرورة سياسية وضرورة دينية بحتة، لكنه حمل الجنسية الإسلامية عن جدارة واستحقاق. والعلامة القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. في عام 2008 جاء القرضاوي في المرتبة الثالثة من بين 20 شخصية على قائمة أكثر المفكرين تأثيرا على مستوى العالم، وذلك في استطلاع أجرته مجلتان، وهما Foreign Policy وبروسبكت. وقالت بوليسي عند نشر الاستطلاع إن الشيخ القرضاوي من خلال برنامج الشريعة والحياة، والذي كانت تبثه قناة الجزيرة الفضائية، كان يصدر فتاوى أسبوعية تتطرق لكافة مناحي الحياة. وهنا أترحم على الصحفي المحترم ماهر عبد الله، ذلك الصحفي المتمكن رحمه الله، ربطنا بالشيخ القرضاوي رحمة الله عليه أيما ارتباط، فقد كان أستاذا في التقديم، أستاذا في الحوار، رحل مأسوفا عليه، ونسأل الله أن يجمعه مع شيخه في عليين مع السابقين بإذن الله. للقرضاوي كما ورد في الأخبار ما يزيد عن 170 من المؤلفات، كما شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات والبرامج التلفزيونية خلال مسيرته العلمية الطويلة. من أقوال الدكتور القرضاوي: ولدت يتيما وكنت أتمنى أن أصبح عالما بقريتي. وقال حفظ القرآن وأتقن أحكام تجويده وهو دون العاشرة. العلامة يوسف القرضاوي العالم الذي جمع بين ثوابت الإسلام ومتغيرات العصر، وكان منذ ميلاده ونشأته وعندما بدأ يكتب كان يقدم اسمه دائما العلامة يوسف القرضاوي، حتى وهو في مرحلة الأساس والمرحلة الابتدائية كما ورد في كثير من الأخبار، بمعنى أنه اختط طريقا واختط هدفا في حياته أن يصبح علامة، وقد كان رحمة الله عليه وأدخله فسيح جناته. الدكتور يوسف القرضاوي كما يعرفه كثير من الناس، هو كان رجلا عالما مجتهدا وسطيا مجددا، كما وصف أنه كان جمع بين ثوابت الإسلام وسطية ومتغيرات العصر. الدكتور يوسف القرضاوي هو من بين العلماء القلائل الذين أكدوا أن الدين الإسلامي صالح لكل العصور. وكما كان
رجلا عالما وفقيها ومجددا، وكان أيضا رجلا لغويا ورجلا شاعرا ورجلا كاتبا من الطراز الأول. ولذلك نحن نتحدث عنه هنا في جانب من جوانب اللغة العربية. وعندما نعته الدول والمؤسسات العربية والإسلامية كداعية وعلامة، أيضا نعته كمؤلف وفقيه للعقيدة. وقد تميز طيلة مسيرته الحياتية بحسه الشعري، إذ نظم عشرات القصائد منذ طفولته. وبدأ القرضاوي أولى محاولاته الشعرية الحقيقية في سن مبكرة عبر مسرحية شعرية أطلق عليها اسم يوسف الصديق، إذ امتازت عدد من قصائده بالأسلوب القصصي. وفي الكثير من قصائده تطرق الراحل المقيم العلامة القرضاوي إلى العقيدة الإسلامية والجهاد والقضية الفلسطينية، كما له قصائد دينية وروحانية كثيرة، وسأقدم لكم جانبا منها بحول الله. ونظم القرضاوي أبرز قصائده التي لا يزال صداها يتردد حتى الآن خلال سنوات سجنه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. من أبرز القصائد المشهورة للشيخ القرضاوي ملحمة الابتلاء، التي تعرف أيضا بنونية القرضاوي، ونتشرف أن نقرأها عليكم. وكان قد نظم أبياتها خلال اعتقاله في السجن الحربي. ومن أبرز أبيات القصيدة: تالله ما الدعوات يهزمها الردى يوما وفي التاريخ بر يميني، ضع في يد القيد ألهب أضلعي، بالسيطة ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي، ربي وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. الشيخ يوسف القرضاوي رحمة الله عليه نعته كما قلنا العديد من المؤسسات. نحن في هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي العلامة خير الجزاء على ما قدم طوال مسيرة حياته. وقد ذكر بعض الذين يتحدثون اليوم عنه قالوا إنه ربما يكون المفكر المجدد الوحيد في خلال 50 أو 60 عاما الماضية من علماء ومفكر الأمة الإسلامية، ربما يكون الوحيد الذي أكمل مشروعه ورسالته في الحياة. وإن كان يعني حاجة من عاش لا تنقضي، ولكن الشيخ القرضاوي إلى أن فارق الحياة كان منكبا للعلم، ويكفيه أنه أصدر أكثر من 100 مجلد غير 170 من مؤلفاته. المشاهدون الكرام، ما زلتم في هذه الحلقة الخاصة، وهي الحلقة رقم 54، ونخصصها للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، الذي انتقل إلى رحمة مولاه قبل يوم الاثنين الماضي رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته. ومما قيل عنه في وصفه كاتبا وشاعرا، يمثل الكتاب سياحة في عالم الإبداع للشيخ القرضاوي، وجولة مع الفن الراقي والأدب الإسلامي الرفيع، وفيه الطرب مع النغم العذب والبيان المشرق والأحاسيس الرقيقة والمشاعر المرهفة. أدب إسلامي سطره بيده وهدف إلى خدمة الإنسان المسلم، فرسالته خالدة نبيلة يسعى من خلالها لبناء جيل الصحوة المنشود. وهو في سبيل ذلك انطلق من منطلق إسلامي، وارتكز على دعائم الإسلام على منجزاته الخالدة: القرآن الكريم
وحديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أدب صادر من القلب المسلم، مفعم بالصدق واليقين والخلاص، وهو كان سلاحا بتارا وحاسما في المواجهة مع أعداء الإسلام. ذلك هو الأدب الإسلامي، وشعر القرضاوي من ذلك الأدب النبيل الرفيع. ولم يحظى شعر الدكتور القرضاوي بأي دراسة حتى في كثير من أدب الإسلام، لا في كتاب ولا في بحث، إلا من دراسة موجزة في مقدمة ديوان نفحات ولفحات، وربما كان ذلك بسبب عدم جمع شعره إلا متأخرا، ولا سيما الديوان الثاني المسلمون القادمون، كما أن شهرته في الدعوة طغت على شهرته في الشعر. ومن هنا ندعو أصحاب اللغة أن يقرأوا الدكتور القرضاوي لغويا وشاعرا مجيدا. مشاهدي الكرام، يطيب لي الآن أن أقرأ عليكم من أشهر قصائده. وقال في هذه القصيدة مناسبتها أنه كان مع مجمع من العلماء، فتركوه في مكان لوحده، يعني في المكان الذي يقيم فيه، فقال كانت تراوده إنه وحدين يصفوه بأنه أصولي، يعني وكأنها سبة والعياذ بالله، يعني أن تكون أصوليا هذه محمدة. فقال رحمه الله واحدة من أحاديثه في وسائل الإعلام: وجدت فرصة مع نفسي فكتبت أصولي أصولي، وقد ألقاها بصوته الجميل. الآن سادتي، أنا أتشرف أن أقرأ هذه القصيدة الأصولية، وعنوانها أصولي للشيخ القرضاوي رحمة الله عليه. فقال: أصولي أصولي أجل أنا لا أصولي، أصولي فلي أصلي ولي نسب الحنيفي، وأصل أصولي القرآن دستور الإلهي، وسنة أحمد المختار لي زاد ولي ري، وقانوني شرع الله لا الشرع الفرنسي، فما يقضيه مقضي وما ينفيه منفي، ولائي كله لله لم يشرك به شيء، فما يقضيه مقضي وما ينفيه منفي، أعادي من يعاديه ومن يرضاه مرضي، سبيل الرشد أسلكه وليس سبيلي الغي، ومنهاجي سماوي ونهجي سواي أرضي، ومنهاجي سماوي ونهج سواي أرضي، أصولي أصولي فدعني يا وصولي، أصولي عميق الجذر لا كسواي سطحي، لأصلي أنا من مشدود بأصلي أنا محمي، هواي وعشقي الإسلام لا لبنى ولا مي، وأهلي أمة الإسلام لا قيس ولا طي، أئن لهم إذا مرضوا وأحيا إن هم حيوا، وأشدوا إن هم فرحوا وأبلغوا إن هم عيوا، وينزف مني الدم حين يجرح ثم بوسني، وأصرخ آه حين يشاك جامي وكردي، ويغلي مرجلي إن مس حول القدس قدسي، أليسوا إخوتي في الله بل هم جسدي الحي، أصولي أصولي برغمك يا ضلالي، أنا بالله منصور أنا بالله مكفي، ولا أطمع في دنياي أنا بالخلد معني، ولا أخشى سوى ربي وهل يخشى الفدائي، أنا لله لا للغرب أو للشرق مسبي، أنا للخير لا للشر والشيطان جندي، أنا للناس كل الناس لا كسوى
أو عرقي، وكل الأرض أوطاني شمال أو جنوبي، وكل الناس إخواني شرقي وغربي. سأدعوهم لدين الله، سأدعوهم لدين الله ذا نهج الحضاري، أقودهم بخيط الحب، إن الحب سحري، وليس العنف من نهجي بل النهج الحواري. أصولي فأقصر يا فضولي، إلى التوحيد أدعو لا لما يدعو الخرافي، وألزم هدي أحمدنا وإن جافاه بدعي، وأرعى أمر ربي فإن من يرعاه مرعي. إلى آخر ما كتبه في أصولي. ألا رحم الله سماحة العلامة الفضيل العالم الأدبي الأديب الشاعر الفقيه المجدد الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه. أيها المشاهدون الكرام، فاصل وأعود إليكم ضمن هذه الحلقة الخاصة عن العلامة الفقيه المجدد الشاعر الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه. المشاهدون الكرام، ها نحن عدنا إليكم في رحاب هذه الحلقة الخاصة، وهي الحلقة رقم 54 في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث عن فضيلة العلامة الذي رحل عن دنيانا الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه. في موقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي نشر وهو يتحدث عن قضية الشعر، أو قال أنا والشعر. يقول سماحته: لقد بينت موقفي من الشعر في قصيدتي بعنوان أنا والشعر، وهي قصيدة بائية من بحر الطويل. قال فيها: قلت: أريد له هجرا فيغلبني حبي وأنوي، ولكن لا يطاوعني قلبي. وكيف أطيق الصبر عنه وإنما أرى الشعر للوجدان كالماء للعشب، فكم شد من عزم وبصر من عم، وأيقظ من نوم وذلل من صعب. وفي هذه القصيدة يقول: أوضحتم مواقف الشعراء وأصنافهم واتجاهاتهم. وفي نهايتها يقول رحمة الله: قلت: وقفتك يا شعري على الحق وحده، فإن لم أنل إله قلت لهم حسبي. وإن قال غر ثروتي قلت دعوتي، وإن قال لي حزبي أقول له ربي. فعش كوكبا يا شعر يهدي إلى العلا، وينقض رجما للشيطان كالشهب. وكم تمر علي كما قال سماحته فترات أنسى فيها الشعر، حين أغرق في بحار العلم والفكر وأنسى بحور الشعر، وتأتي علي أحيانا تستيقظ فيها القريحة ويتدفق فيها الشعر، وأكثر ما يكون ذلك أيام المحن. فقال في قصيدة يا نفس، قال: مما أذكره في الفترة التي أتحدث عنها جملة قصائد أنشأتها في مناسبات مختلفة، مثل قصيدة يا نفس بمناسبة بلوغي 60 عاما، وقد عاش بعدها 36. يقول: حتى ما أنت لعوب وقد تداني الغروب، حتى ما أنت لعوب وقد تداني الغروب، يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب، يا نفس ما لك غرث والكون مرعا خصيب، كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب، كفاك غفلة دهر والعمر ثوب قشيب، أتاك منك نذير، نعم النذير المشيب. رحمة الله عليه. القصيدة الضادية
هو كان كل قصائده يعنونها بالنونية وهكذا. ربما دار يخرج من العناوين. والله وهذا ما أنا سائر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى فيما أكتبه من قصائد، في كل القصائد يعني بعد الميمية وهكذا أكتب وكنت أشرت إلى اللامية التي لا أزال أكتبها حتى اليوم، وقد بلغت 70 بيتا بإذن الله. عندما كما قلت سأتشرف أن أقرأها في قناتي المباركة قناة سلام في أول نشر بإذن الله. في القصيدة الضادية يقول: ومنها بعض القصائد التي أناجي فيها ربي، وخصوصا في فترة مرضي حين أصبت بأوجاع الظهر والعمود الفقري، مثل قصيدة الضادية التي قال فيها كما يقول سماحته رحمة الله عليه: يا جابر العثرات كن لي جابرا، كم عاثر إن ترضى عنه سينهض. يا جابر العثرات كن لي جابرا، كم عاثر إن ترضى عنه سينهض. وارفع مكاني رب عندك بالتقى، من ترفع الهم من ذا يخفض. أعود أقرأ البيت مرة ثانية: وارفع مكاني رب عندك بالتقى، من ترفع اللهم من ذا يخفض. وابسط على عطاء ربي باسط بر، فإن تبسيط فمن ذا يقبض. أنا عائد لحماك فاقبلني على ما بي، وأنت تقبل من ذا وأنت تقبل من ذا يرفض. آتيتني القرآن فانفعني به، وأقم به لي حجة لا تدحض. بيض به أو بيض به وجهي بيوم قادم، فيه الوجوه مسود ومبيض. رحمة الله عليك. وفي قصيدة ابتهال قال: يا من له تعنو الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سواك فضلك ترفع. يا رب يا رب عبدك عند بابك واقف، يدعوك دعوة من يخاف ويطمع. فإذا خشيت فقد عصيتك جاهلا، وإذا رجوت فإن عفوك أوسع. يا رب إن أكو في الحقوق مفرطا، فلا أنت أبصر بالقلوب وأسمع. بين الجوانح خافقي يهوى التقى، ويضيق كرها بالذنوب ويجزع. ويحب ذكرك والقلوب إذا خلت من ذكر ربي فهي بور بلقع. ولكم ذكرتك خاليا فوجدتني، والقلب في وجل وعيني تدمع. هل لي رجاء إنني ممن دعوا يوما إليك وقال توبوا وارجعوا، وحملت مصباح الهداية مرشدا. أهناك كالقرآن نور يسطع، ومشيت في ركب الهداة وإن أكن أبطأت في طلب الكمال. يشفع حسبي أحبهم وأقفو خطوهم، ولكم أرى حب الأكابر يشفع. يا رب مالي غير بابك مفزع، آوي إليه إذا يعز المفزع. ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وضراعتي، ولمن سواك سأضرع. إن لم أقف بالباب راجي رحمة، فلأي باب غير بابك أقرع. يا سلام، رحمة الله عليك سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. كان شاعرا مفلقا نحريرا مجيدا، كان شاعرا من الشعراء الكبار. هذه رسالة الشعراء عند الإسلام، فقد ضبطها ضبطا محكما. وله قدر هائل من الأناشيد، مجموعة من الأناشيد الإسلامية الثورية التي تحرض الشباب على الاستمساك بالعروة الوثقى، وعلى معاني الإيمان والربانية، وعلى روح القوة والجهاد، وخصوصا إذا أنشدها الشباب بصورة جماعية وبألحان مؤثرة قوية. وقد
يقول: أنشأت من قبل نشيد مسلمون الذي تغنى به الشباب المسلم: مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون. سنقرأها عليكم إن شاء الله. يقول في أنا مسلم، أو في نشيد فتى القرآن: أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الفجار أني ها هنا، لن أنحني لن أنثني لن أركن. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو ظلما. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي. حاشاي أن أصغي لدعوة ملحد، وأنا فتى القرآن وابن المسجد. وفي أرجوزة الأصوليون قال: ومن أهم ما أنشأت من الشعر في هذه المرحلة أرجوزة الأصوليون، وهي قصيدة من بحر الرجز المعروفة بسهولتها واستجابته لكل الأغراض. ومن أجل ذلك قال: كان هو معتمد الناظمين في العلوم المختلفة، في النحو والصرف والحديث والفقه والأصول والتوحيد والمنطق، أي المنطق وغيرها. وقال: كنا نحفظ ألفية ابن مالك في النحو والصرف، وألفية العراقي والسيوطي في الحديث، ومراقي السعود في الأصول، والجوهر في التوحيد، والسلم في المنطق، إلى آخره. وأعرف أن إخواننا من علماء موريتانيا يحفظون ألوف الأبيات في العلوم الشرعية والعربية. المهم، يقول: أني أنشأت هذه الأرجوزة عن الأصوليين على لسان أهل الاستخبارات وأمثالهم ومن يناصرهم من العلمانيين، ولذا اعتمدت فيها أسلوب السخرية، كما اعتمدت السلاسة والسهولة في التعبير والتصوير. ولذا راجت هذه الأرجوزة بين الشباب في البلدان العربية كافة، وحفظها الألوف المؤلفة، وبعضهم أدخل فيها وأضاف إليها من عندي. ويقول: قد طوفت في الأرجوزة في جوانب الحياة المختلفة وموقف الأصوليين منها، إلى أن قلت: أولئك هم الأصوليون، قد خربوا الدنيا وشانوا الدين، فاستنفروا لحربهم كل القوى، فما لهم غير الفنا من دواء. فكل يوم يكسبون أرضا، تمتد طولا بيننا وعرضا، حتى غزوا ساحة أهل الفن، وأفسدوا المخرج والمغني. ومن غريب ما نرى ونسمع توبة أهل الفن ذاك المفجع، ممثلات ترتدي الحجاب، أليس ذلك العجب العجاب؟ وراقصات يعتزلن الرقص، كأن هذا الرقص كان نقصا. من ذا يعيب الهز للبطون، وذاك من روائع الفنون، أليس من ميراثنا الثقافي رياضة الخصور والأرداف. هو كما وصفها يهزأ ويسخر. وانتهت القصيدة إلى مقاطع طويلة. قصيدة أصولية قرأت لكم جانبا منها أيها الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام. الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه كان طبعا في برنامجه الأسبوعي الشريعة والحياة وكان من أكثر البرامج متابعة لقناة الجزيرة، وربما يكون هذا واحد من البرامج التي رفعت رصيد الجزيرة، هذا غير الأخبار وغيرها. لكن أنا كرجل إعلامي أزعم فأقول إنه برنامج الشريعة والحياة هو الذي رفع سقف البرامج لقناة الجزيرة، مع احترامنا لكل البرامج التي كانت تقدم. ولمقدمه ماهر عبد الله رحمة الله عليه الذي رحل مبكرا، ولكنها أقدار الله في خلقه، لكل أجل كتاب. كان له أيضا المقدرة في الحوار
والبحث، والله أنا تعلمت منه كثير جدا في فن الحوار وفن الأحاديث الصحفية وفي فنون المقابلات. القصيدة المشهورة للشيخ القرضاوي رحمة الله عليه: مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون، نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى الله أكبر، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، مسلمون مسلمون مسلمون. سائل التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيعا، من بنى للعلم صرحا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معا، سائلوه سيجيب، المسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا من شمال وجنوب، ننشر النور ونمحو كل هون، مسلمون مسلمون مسلمون. نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجباه، نحن بالبتار أدبنا الطغاة، نحن للحق دعاة ورعاة، ذلكم تاريخنا يا سائلون، مسلمون مسلمون مسلمون. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنت منك أنا منك، أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون. قم قم نعد عدل الهداة الراشدين، قم نصل مجد الأباة الفاتحين، شقي الناس بالدنيا دون دين، شقي الناس بدنيا دون دين، فلنعدها رحمة للعالمين، لا تقل كيف فإنا مسلمون 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 مسلمون. يا أخ الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد، قد آن الأوان، واصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان، واملأ الآفاق إنا مسلمون 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 مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون. ألا رحم الله فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رحمة الله عليه، وأدخله فسيح جناته. أيها المشاهدون الكرام، نختم هذه الحلقة بالنونية، ولكن قبل النونية دعوني أقرأ لكم ما نعاه به كثير من الناس. فقد تقدمت تركيا وقطر بنعي عظيم، نعيا إسلاميا واسعا لفضيلة العلامة الشيخ القرضاوي، داعين له بالمغفرة والرحمة. وإلى جانب نعي رسمي رفيع المستوى من تركيا وقطر، تقدمت عشرات الشخصيات الإسلامية والعربية من مختلف البلدان بنعي للأمة بوفاة القرضاوي، وفق بيانات منفصلة وبرقيات تعزية نشرت عبر صفحات موثقة في جميع وسائل الاتصال الحديث، فيسبوك، تويتر وغيرها. كما نشرت الآلاف من برقيات التعزية على منصات ومواقع التواصل، عبر كاتبوها عن عميق حزنهم وتأثرهم بالعلامة الراحل. ونعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان مؤسسه الشيخ القرضاوي مؤكدا أن الأمة الإسلامية فقدت عالما وعالما محققا من علمائها المخلصين. وقد قدم الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نجل الراحل عبد الرحمن يوسف تعازيه لأسرة الشيخ، سائلا الله له الرحمة، وقال:
إن المرحوم لم يتنازل طوال حياته عما آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة، داعيا له بالقول: أكرمه الله الجنة وتغمده برحمته. من جانبه قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في برقية تعزية على حسابه في تويتر: تلقيت بحزن عميق نبأ وفاة الشيخ القرضاوي أحد كبار العلماء، وتمنى له الرحمة من الله وعز أقاربه والعالم الإسلامي. وقطر وباكستان والمغرب وتونس والعراق وفلسطين التي جاهد وكافح وصرح بملء فيه عن مناصرته لأهل الرباط، ونعاه كل من العالم الليبي علي الصلابي والأكاديمي الموريتاني محمد المختار الشنقيطي والداعية الكويتي نبيل العوضي والسياسي الكويتي كذلك ناصر الدويلة، كما نعاه كل من العلماء والدعاة البارزين في العالم الإسلامي: أحمد الريسوني ومحمد راتب النابلسي، ذلك العالم الجليل المتأمل في كتاب الله وفي الحياة. وكذلك نعاه آخرون. تقدمت عشرات الشخصيات المصرية بنعي بوفاة القرضاوي، بينهم معارضون في الخارج وكذلك الأزهر الشريف. ألا رحم الله الشيخ الجليل الدكتور يوسف القرضاوي. سنختم هذه الحلقة بقراءة ما تيسر لنا من نونيته الشهيرة. يقول في ملحمته النونية: ثار القريض بخاطري فدعوني أفضي لكم بفجائعي وشجوني، فالشعر دمعي حين يعصرني الأسى، والشعر عودي يوم عزف لحوني. كم قال صحبي أين غر قصائدي، تشجي القلوب بلحنها المحزون، وتخلد الذكرى الأليمة للورى، تتلى على الأجيال بعد قرون. ما حيلتي والشعر فيض خواطر، ما دمت أبغيه ولا يبغيني، واليوم عاودني الملاك فهزني طربا إلى الإنشاد والتلحين. هذا الرجل المجاهد يكتب مثل هذا الجمال وهذا الإيمان وهو في وضع لا يحسد عليه بالمرة، يكفي أنه مكبل مسجون، لكن شوف يعني بيارق النصر والإيمان كيف تشع من قلب المؤمن عندما يؤمن بأن للأدب والشعر رسالة. يقول: اليوم عاودني الملاك فهزني طربا إلى الإنشاد والتلحين، ألهمتها عصماء تنبع من دمي ويمدها قلبي وماء عيوني، نونية والنون تحلو في فمي أبدا، فكدت يقال لي ذنوني. صورت فيها ما استطعت بريشتي، وتركت للأيام ما يعيني، أحداث عهد عصابة حكموا بني مصر بلا خلق ولا قانون، أنست مظالمهم مظالم من خلوا حتى ترحمنا على نيرون، حسبوا الزمان أصم أعمى عنهم قد نوموه بخطبة وطنين، ويراعة التاريخ تسخر منهم وتقوم بالتسجيل والتدوين، وكفى بربك للخليقة محصيا في لوحه وكتابه المكنون. يا سائلي عن قصتي اسمع، إنها قصص من الأهوال ذات شجون. أمسك بقلبك أن يطير مفزعا، وتول عن دنياك حتى حين، فالهول عات والحقائق مرة
تسمو على التصوير والتبيين، والخطب ليس بخطب مصر وحدها، بل خطب هذا المشرق المسكين. في ليلة ليلاء من نوفمبر فزعت من نومي لصوت رنيني، فإذا كلاب الصيد تهجم بغتة وتحوطني من شأمل ويمين، وتحيطني من شمأل ويمين، فتخطفوني من ذوي وأقبلوا فرحا بصيد للطغاة سمين. فتخطفوني من ذوي وأقبلوا فرحا بصيد للطغاة سمين، وعزلت عن بصر الحياة وسمعها، وقذفت في قفص العذاب الهون. في ساحة الحربي حسبك باسمه من باعث للرعب، قد طرحوني ما كدت أدخل بابه، حتى رأت عيناي ما لم تحتسبه ظنوني. في كل شبر للعذاب مناظر يندى لها والله كل جبين، فترى العساكر والكلاب معدة للنهش طوع القائد المفتون، هذه تعض نيابها وزميلها يعدو عليك بصوته المسنون. ومضت علي دقائق وكأنها مما لقيت بهن بضع سنين. يا ليت شعري، يا ليت شعري ما دهاني وما جرى، ما زلت حيا أم لقيت منوني. عجبا أسجن ذاك أم هو غابة برزت كواسرها جياع بطوني، أأرى بناء أم أرى شقيا رحى جبابرة للمؤمنين طحوني. واه أفي حلم أنا أم يقظة، أم تلك دار خيالة وفتون. لا أشك هي الحقيقة حية، أشك في ذاتي وعين يقيني. هذه مقدمة الكتاب، فكيفما تحوي الفصول السود من مضمون. هذا هو الحربي، معقل ثورة تدعو إلى التحرير والتكوين. فيه زبانية أعدوا للأذى وتخصصوا في فنه الملعون، متبلدون عقولهم بأكفهم وأكفهم للشر ذات حنين، لا فرق بينهم وبين صياطهم، كل أداة في يدي مأفون. كل أداة في يدي مأفون، يتلقفون القادمين كأنهم عثروا على كنز لديك ثمين. بالرجل بالكرباج، باليد بالعصا، وبكل أسلوب خسيس دوني، لا يقدرون مفكرا ولو أنه في عقل سقراط وأفلاطون، لا يعبؤون بصالح ولو أنه في زهد عيسى أو تقى هارون، لا يرحمون الشيخ وهو محطم والظهر منه تراه كالعرجون، لا يشفقون على المريض وطالما زادوا أذاه بقسوة وجنون. كم عالم ذي هيبة وعمامة وطئوا عمامته بكل مجون. لو لم تكن بيضاء ما عبثوا بها، لو لم تكن بيضاء ما عبثوا بها، لكنها هانت هوان الدين وكبير قوم، زينته لحية أقرتهموه بالسب والتلعين، قالوا له إن تفهى بكل وقاحة لم يعبأوا بسنينه الستين. فإذا تقاعس أو أبى يا ويله مما يلاقي من أذى وفتون، أترى أولئك ينتمون لآدم أم أنهم ملاعين ابن ملعون؟ والله أين الآدمية منهم، من مثل محمود ومن ياسين، من جودة أو من دياب
ومصطفى وحمادة وعطية وأمين لا تحسبوهم مسلمين من اسمهم، لا دين فيهم غير سب الدين. لا دين يردع، لا ضمير محاسب، لا خوف شعب، لا حمى قانون. من ظن قانونا هناك فإنما قانوننا هو حمزة البسيون. جلاد ثورتهم وصوت عذابهم سموه زورا قائدا لسجون. وجه عبوس قمطرير حاقد مستكبر القسمات والعرنين. في خده شج ترى من خلفه نفسا معقدة، وقلب لعين متعطش للسوء في الدم والغ، في الشر منقوع به معجون. هذا هو الحربي معقل ثورة تدعو إلى التطوير والتحسين. هو صورة صغرى استعيرت من لظى في ضيقها وعذابها الملعون. هو مصنع للهول، كم أهدى لنا صورا تذكرنا بيوم الدين. هو فتنة في الدين لولا نفحة من فيض إيمان وبرد يقين. قل للعواذل إن رأيتم مصرنا بتخلف التصنيع والتعدين. مصر الحديثة قد علت وتقدمت في صنعة التعذيب والتقرين، وتفننت كي لا يمل معذب في العرض والإخراج والتلوين. أرأيت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي لجنون؟ أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد سبقوه بالفزلين؟ أسمعت من يلقى البريء ويصطدي حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ أسمعت بالآهات تخترق الدجى رباه عدلك إنهم قتلوني؟ إن كنت لم تسمع فسل عما جرى مثلي ولا ينبئك مثل سجيني. تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني. ضع في يد القيد الألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني. ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. وقد مات مبتسما وحيا دينه. 96 عاما قضاها كلها في خدمة هذا الدين الحنيف، تأليفا ودعوة وفتوى واجتهادا وكتابة وتسطيرا وهداية ونورا ورشادا وحياة وتقا وزهدا وورعا. وكما قال الشاعر: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شياه تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كبير أو خلق كثير. كان أمة من الناس، نحن لا نزكيه على الله، ولكن ما رسخه وما ألفه ونشره ودعا إليه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم بلغ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إننا نحب هذا العالم وهذا العلامة، نحبه في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته، ويجمعه كذلك في حوضك. والله أسأله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطر الأمة الإسلامية على هذا الفقد الكبير. لله ما أخذ وله ما أعطى، ولكن دائما العلماء لا يرحلون بعلمهم الباقي، خاصة إذا كان في علم ينفع الإنسان في دنياه وأخراه. وما أبلغه علما ما نشره هذا العالم والعلامة الجهبذ الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه. نعزي أهله، أسرته الكبرى، أمة الإسلام أينما وجدت، ونعزي أهله وأحبابه ومريديه وتلامذته. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا على هذه الحلقة خير الجزاء في ميزان حسناتنا جميعا، المخرجون وهذه القناة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يقويها ويقوينا بها، فهو على ما يشاء قدير. تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية، وتحيات زملائي المخرجين الذين يخرجون هذه الحلقة في أجمل ما تكون. ألا رحم الله العلام القرضاوي وأسكنه فسيح جناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.